السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب. مرحبا بكم في قناتي، قناة نينا لايف. الوصفه نتاع اليوم هي فطائر او معجنات قطنيه رائعه. هاد العجينه ممكن تستخدموها لاي نوع من المعجنات. اليوم راح ندير نوع المعجنات بتشكيله جد بسيطه ومميزه، وتقدروا تحشوها بالدجاج او لحم. انا حشيتها فقط بالجبن. صدقوني يعني عجينة رائعة جدا، وشوفوا كيفاش فارغين داخل، يعني ماشي معجنين. نروحوا لطريقة التحضير. هنايا نبداو ضفت كاستين ديال الحليب. حليب يكون دافي، 2 كيسان. وضفت ملعقتين كبار السكر باش تتفاعل الخميرة. ضفت ملعقتين كبار ديال خميرة خبز، ولكن يكونوا ممسوحة، يعني ملعقة تكون ممسوحة، ملعقتين يكونوا ممسوحات. ضفت بيضة، ونستخدموا ثانيك بياض بيضة، يعني هنا درنا بيضة كاملة ونستخدموا بياض البيض، والأصفر نخلوه في الأخير باش ندهنوا به المعجنات. ضفت هنا نص كاس زيت نباتي، ونضيفوا الخميرة على مراحل. في الأول نضيفوا كاستين فقط، هي كامل نحتاجوا 5 كيسان. الكأس الخامس ما استخدمتوش كامل. المهم نضيفوا قبل كاستين، نخلطوا مليح المكونات مع بعضها حتى يعني يروحوا هاد الحبيبات، ونتحصلوا على خليط يكون ناعم كما راكم تشوفوا. ونغطيو عليها ونخلوها تتخمر 10 دقائق ولا 15 دقيقة، نخلوها ترتاح حتى يتشكلوا واحد الفقاعات راح تشوفوهم هكذا، باش نتاكدوا انه الخميره فعاله. و فوالا. هنايا ضفت كاستين فرينه اي طحين ابيض. قلت لكم كل شيء 5 كاسات، ولكن الكاس الاخير ما ضفتوش كامل. نبداو نخلطوا كل شيء مع بعض، او على حسب الفرينه تاعكم الطحين. كاين اللي تاخذ اكثر، يعني الحليب ضفنا كاستين، كاين اللي خميره يعني كاين نضيفوا يعني تاخذ اكثر، يعني نضيفوا 5 كاسات، كاين غير 4 كاسات خلاص يعني تتشكلهم عجينه. المهم كما قلت لكم الكاس الخامس ما ضفتوش كامل. ها هو نخلطوا كل شيء مع بعضه. هنا ملاحظه، ما لازمش نكتروا بزاف الفرينه اي طحين الابيض. لازم نتحصلوا على عجينه تكون تلصق شويه، ماشي تلصق ولكن يعني ما تكونش يعني شوفوا كيفاش تكون، شوفوا هكذا تكون. لانه المعجنات قد ما نحطوا لهم الفرينه طحين قد ما يخرجوا لنا، يعني يجوا الفطائر يجوا يابسين. لازم تكون هكذا بهذا القوام هذا، تكون تلصق شويه. وهنا نقدروا نضيفوا غير شويه ديال الا شفتوها تلصق بزاف، نضيفوا شويه ديال الفرينه، شويه برك ديال الطحين. شوفوا كيفاش جايه، ماشي كي تشوفوا هكا تقولوا لا لازم نزيدوا نضيفوا بزاف طحين. لا ضيفوا غير شويه، ماشي بزاف. دوك تشوفوا شحال ضفت. قلت لكم الكاس الخامس يعني ما استخدمتوش كامل. ها هو الكاس الخامس كنت ضفت شويه منه، دوكا اللي قاعد ضفتو ثانيك، يعني تقريبا كاس الا ربع هكذاك. المهم شوفوا كيفاش ضفت شويه ديال الطحين، ونبداو نعجنوا 3 دقائق 4 دقائق حتى نتحصلوا على عجينه ملساء، يعني نتحصلوا على عجينه يكون وجه تاعها املس. بون انا كنت قادره نستخدم البيترا، ولكن قلت افضل اني نعجن بيدي هكذا، باش اللي ما عندهمش البيترا يعني يشوفوا كيفاش طريقه العجن كيفاش سهله. قعدوا غير نعجنوا 3 دقائق 4 دقائق كما قلت لكم حتى نتحصلوا على عجينه ملساء. صدقوني هاد العجينه طريه قطنيه هايله. انا كي نحب نحي الغضب ونحي الزعاف اللي فيا نروح نعجن، لانه خاصه اذا كانت هكا عجينه قطنيه يعني تنحي كما نقولوا حنايا بالجزائريه الغش. المهم شوفوا كيفاش تحصلنا على عجينه هكا هذا القوام، طريه ومازالها تلصق شويه. كما قلت لكم قد ما تكون هكا عجينه قد ما تجي هشه وقطنيه. المهم هنا دهنت هذا الاناء، دهنته بالزيت النباتي، نخلوها داخل ونغطيو عليها ونخلوها تخمر اقل شيء ساعه. انا خليتها تخمر 4 ساعات،
ونزيد نقول لكم ها هي. شوفوا نزيد نقول لكم انا كنت نصور في الاخير طلع ما كنتش نصور للاسف. انا كنت فشيت هذه جنحيت لها الخميره وعاود شكلتها دائره وحطيتها في الاناء وغطيت عليها وخليتها في الثلاجه ليله كامله حتى الغدوه من ذاك، يعني حتى الغد من ذاك باش خدمت بها. للاسف كنت حسبت لاني نصور ما صورتش. المهم هنا يعني كانت خمرت 4 ساعات، نحيت لها الخميره يعني نحيت فرقت لها كاع الهواء هذاك وعاود حطيتها في اناء باتت في الثلاجه ليله كامله ومن بعد بديت نخدم بها. هنا كي خلاص خرجتها من الثلاجه، هنا علاش كنت نعجن فيها شويه غير باش نخرج لها هذاك الهواء هذا ما كان وندير لها وجه املس، يعني ما نعجنوهاش بزاف غير شويه باش نخرجوا لها هذاك الهواء ونشكلوا لها وجه كما راكم تشوفوا، ونقسموها على 4 كريات. فوالا ما شاء الله، يعني هاد العجينه قطنيه من الحليب السائل اللي درناه ومن البيض اللي استخدمناه ثانيك. شوفوا ها هما نشكلوهم تاني كريات ونخلوهم يرتاحوا هكذاك 10 دقائق ولا، ونبداو نخدموا بهم. ملاحظه اللي ما عندهمش اللي ما عندهاش الحليب دير كاس الماء يكون دافئ ودوب فيه 3 ملاعق حليب بودره، يعني كما نقولوا حنايا لحظه. فوالا ها هما شكلوهم دوائر ونخلوهم يرتاحوا. يعني انا العجينه خليتها ارتاحت بزاف، تخمرت وارتاحت. يعني هاد الطريقه اللي تخلي المعجنات تاعكم يجوا يعني يجوا خفاف وعجينه تجي يعني هشه. المهم هنايا نبداو نخدموا كي خليتهم ارتاحوا 10 دقائق نبداو نخدموا بالكريه الاولى اللي شكلناها. طريقه سهله جدا، نبداو نفتحوا فيها حتى نتحصلوا على مستطيل. فوالا كما راكم تشوفوا كانت تلصق لي شويه كل مره كنت نضيف الطحين، هكذا خير احسن من نضيف لها طحين وتجي يابسه والمعجنات يجوا يابسين. صح طريق يعني شويه تعذبكم ولكن احسن. شوفوا كيفاش شكلتها مربع مستطيل عفوا، ونبدا نقسم فيها. يعني طريقه تشكيله جد 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 سهله، و يعني وانتوما كيما حبيتوا تشكلوها على شكل قوارب ولا كيما حبيتوا. كيما قلت لكم الحشوه تانيك تحشوها بالجبن او الدجاج، خلطه يعني دجاج مع الخضر ولا اللحم مفروم ولا اي شيء حبيتوا تحشوها. انا درت لها حشيتها غير بالجبن، يعني جو رائعين ما شاء الله البنه تاعهم مع كاس ديال كيما يقولوا كاس ديال الشاي ديال لاتاي. الله الله واش نحكي لكم مع البرد هذا. المهم كي قطعتهم على كيما شفتوا نتوما قطعتهم على 6، نبدا نخدم بالوحده. نفتحهم على شكل مستطيل ثانيك، طريقه جد سهله. انا استخدمت جبن عكاوي، نتوما استخدموا اي جبن عندكم، موزاريلا ولا اي جبن قشقوان. انا هنا جبن عكاوي كنت ديجا شمخته في الماء، يعني خليته في الماء ساعه اقل من ساعه وصفيته خليته نشف. فوالا هنا نفتتو كامل كما قلت لكم عندكم قشقوان ديروا، عندكم موزاريلا ديروا، شيدار ديروا، وزدت عليه جبن موزاريلا باش يعطي لي هذيك كما يقولوا المطه هذيك كي تفتحوا هذيك الفطاير. المهم هنايا ضفت المعدنوس اللي هو البقدونس، كاين اللي يضيفوا حبه البركه، كاين اللي يزيد يضيف البيض، كاين اللي يضيف الزبده. انا اكتفيت بهذه المقادير. المهم كيف فتحتها هكذا مستطيل كيما راكم تشوفوا، ونبداو نقسموا فيها كيما راكم تشوفوا على شكل شرائط هكا في الوسط نقسموهم، وتقدروا ديروهم رقاقه على هكذا. المهم كي تفتحوا العجينه هذه فتحوها رقيقه شويه باش ما تجيش الفطائر ما تجيش معجنه. قد ما ترققوها قد ما الفطائر تاعكم الفطائر يجوا خفاف داخل وماشي معجنين. انا بالعاني كنت ما قدرتش نزرب الفيديو باش تشوفوا الطريقه مليح، ونحول لهم الجوانب في الاخير، نحول الجوانب دوك تشوفوا. المهم هي الحشوه نحطوها في الوسط والكميه كيما حبيتوا
تحبوا تكتروا ولا تحبوا كميه كيما حبيتوا. المهم انا اسفه الفيديو جا شويه طويل، ولكن ما حبيتش نقص فيه وما حبيتش نحي، قلت نخليه يعني نخليه هكا شويه طويل باش هكذا تبعوني وتبعوا كل المراحل. ها هي قلت لكم نقصوا هذه الاطراف، نقصوهم ونعاودوا نحطهم في العجينه واحده اخرى ويعني نعجنوهم ونرموهمش فوالا كما راكم تشوفوا. ونبداو نبداو نلويو. ها هي نبداو نغلقوا العجينه. اهم شيء تاكدوا من الاطراف، ما لازمش الاطراف يكونوا مفتوحين. نتوما كل ما تلويو زيروا شويه العجينه، ضغطوا عليها، ضغطوا خاصه تضغطوا في الجوانب باش ما يتفتحوش، لانه في الجبن راح يسيل، لازم نتاكدوا من الاطراف. شوفوا طريقه جد سهله، شوفوا التشكيله جد بسيطه وسهله. ها هي ونروحوا باش نغلقوا الاطراف، نغلقوا نضغطوا عليهم فقط. فوالا ها هما، ونحطوهم في صينيه. انا كنت درت لها ورق الزبده ونحطوهم نستفوهم في صينيه بيد ما نكملوا بقيه الفطائر. فوالا وريت لكم الثانيه ثانيك هكذا باش تشوفوا مليح الطريقه. طريقه جد سهله تشبه اليد هذه. شوفوا كيفاش رققت انا العجينه هكذا باش خرجوا لي يعني خفاف داخل، خفاف وماشي معجنين. هذا نغلقوهم كما قلت لكم، خاصه الجوانب، تاكدوا من الجوانب، ضغطوا عليهم مليح. وإلا شفتوا العجينه يتلصق في يدكم ديروا شويه طحين كما درت انا. هاي اللي زدت وريت لكم، فتحت الدائره كريه واحده اخرى لانه انا كنت قسمتها على 4 لا تذكروا الا تتفكروا. اني فتحت واحده اخرى ثانيك على شكل مستطيل ونقطعوهم هكذا ثاني، يعني كما في الطريقه كما مع الاول. انا فقط ما كنتش حابه نمحي هادو، قلت نزيد نوري لكم احسن. ونبداو يعني نفتحوا كل وحده على شكل هكذا مستطيل ثانيك ورققوهم كما قلت لكم. ونجيبوا الحشوه. هنايا كنت غيرت الحشوه، درت هنا جبن قشقوان مع المعدنوس بقدونس، وضفت عليه شويه حبه البركه لانه كان خلاص لي جبن العكاوي فدرت القشقوان. الجبن العكاوي صراحه هو المليح المفضل للفطائر صراحه، هو البطل ديال الفطائر العكاوي. هي طريقه جد سهله، نغلقوها كامل ونضغطوا على الاطراف. المهم هنا استخدمت ملعقتين كبار ديال الحليب مع صفار البيضه وربع ملعقه صغيره ديال الخل، وندهنوا كامل الفطائر. البيضه صفار الابيض اللي كنت فصلت عنه البياض البيض، هذاك الاصفر اللي قعد هو ضفت عليه ملعقتين كبار ديال الحليب مع ربع ملعقه صغيره ديال الخل باش تنحيلو شويه ديك الزنخه ديال البيض. كتزيين هنا كاضافه فقط ضفت السمسم. هنا كان سمسم كان نقولوا محمر. المهم هنا على فرن محمى مسبقا 20 دقيقه هكذاك ولا يكون محمى. تشعلوا له لتحت فقط على 200 درجه، غير تحمر من تحت شعلوا له من الفوق ثاني تشوفوها تحمرت نحوها. هذا هو الفيديو تاع اليوم، هذه هي الوصفه تاع اليوم. ان شاء الله تنال اعجابكم. اذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام لايك، وما تنساوش تانيك يعني تضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش تانيك تشتركوا في القناه وتدعموني. نتمنى لكم مشاهده ممتعه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.